خلينا نقول ان اوبا فيمي هيدخل اول واحد في الرامبل، وبعدها يدخل برون بريكر ويهجم عليه شخص مقنع ويعمل ستومب وينزل دغدغه فيه يدمره على الاخر ويطلعوا اوبا فيمي يخرجه. فين بالور يهاجم ري ميستيريو في الكواليس ويدخل مكانه. اوبا فيمي يطلع 12 مصارع ويبقى فاضل له مصارع واحد بس ويعادل رقم بروك ليسنر، وبالفعل يطلع بروك ليسنر وبكده يطلع 13 مصارع وفاضل له مصارع واحد بس ويبقى صاحب الرقم القياسي. ولكن إليا دراجونوف يقصي اوبا فيمي. ال نايت راجع واقصى لوجان بول. فين بالور يبص على سيم بانك وهو قاعد على طاولة التعليق، وبانك يطلع على الطاولة ويقف ويفرد دراعه لفين بالور اللي هو تعالى وريني نفسك. واثناء ما فين بالور مشغول ال نايت يطلعه، وفين بالور يفضل يخبط ويرزع في كل حاجة قدامه ويمشي. رقم 29 تدق موسيقى برون بريكر تاني ازاي؟ بعدها تدق موسيقى الراجل اللي بول هيمن كلمه والراجل اللي كلم ادم بيرس. تدق موسيقى الفاينل بوس ذا روك ويدخل برون بريكر مباراة الرويال رامبل من تاني. بعدها برون بريكر يقصي ال نايت. ورقم 30 رومان رينز وهو داخل واقف قدامه ذا روك وقال له كلمتين في ودانه ومحدش سمع حاجة، محدش فهم حاجة. اخر 6 على الحلبة كانوا برون بريكر، اوستن ثيري، برونس ريد، كودي رودز، رومان رينز، إليا دراجونوف. الفيجن يقصوا إليا دراجونوف وكودي ورومان واقفين مع بعض وقدامهم الفيجن، واتحدوا مع بعض علشان يقفوا قدام الفيجن. ولكن رومان رينز يهجم على كودي رودز فجأة وينزل دب فيه، والفيجن واقفين يتفرجوا والروك كذلك. وبعدها رومان رينز يقصي كودي رودز ويبص على الروك ويهز راسه كعلامة انه موافق على كلام الروك، ويدخل في مواجهة مزيفة مع الفيجن، والفيجن يسيبوا رومان يقصيهم علشان رومان رينز يكون هو الفائز بالرويال رامبل. والروك يطلع ويحضر رومان رينز، وبعدها يطلع لهم سيم بانك ويقف قدام الروك ويخلص الماتش على كده. ايدي ستايلز يخسر من جونتر وكان هيحط قفازاته على الحلبة لكن يتراجع كتلميحة انه ممكن يكمل في اتحاد تاني، كتلميحة انه ممكن يرجع مرة تانية عادي. وسامي زين يخسر بشكل نضيف من درو ماكنتاير. قبل ما اكمل سيناريو ريسلمانيا اللي فكرت فيه دقيقتين 3 ولسه ما كملتهوش وما كتبتش سكريبت، عايز بس اقول لكم رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. قبل رمضان ب3 ايام بس جات لي فكرة في بالي ان هكتب طريق افتراض الريسلمانيا زي نظام مسلسل كده، 2-3 في الاسبوع. بل كنت بفكر ان اعمل حلقة كل يوم، بس الفكرة جت متأخرة اللي هو امتى همنتج امتى هكتب، وكنت عايز اطلع حاجة نضيفة واكتب البروموهات بالظبط. ولكن للاسف انا اصلا مش هبقى متفرغ بشكل كامل للفيديوهات، بس انا كنت عايز اعملها لان الفكرة بجد عجبتني جدا، وكنت هسميها رمضانيا. يا سلام، يعني اللي هو ريسلمانيا ورمضان، فاهم انت؟ كرياتيف. انا شخص كرياتيف يا اخي. بس قلت بقى مش هلحق، ويعني خلاها السنه الجايه بقى ان شاء الله لو عشنا. ولكن برضو قلت لازم اطلع واقول على السيناريو اللي جه في بالي، لان لو ما طلعتش وعملت فيديو عن الكلام ده هيفضل في بالي كده وقرفني. خلينا نقول ان بعد الرويال رامبل هيطلع في عرض الرو سي ام بانك ويتكلم على ذا روك اللي هو كل شويه تيجي قبل ريسلمانيا علشان تاخد اللقطه والمين ايفنت والكلام ده كله، وانت عملت معايا في 2012 ولا كان 2011 ما علينا، عملت معايا كذا وكذا، ويفضل يندب ويدخل له الروك ويقف قدامه ويقول له انا جيت علشان انقذ ريسلمانيا كالعاده وكلام كتير من ده. وبعدها سي ام بانك يتحداه ويقول له انت عجزت وجايب له رومان رينز عشان انت مش قادر تصارع ولا بلا بلا. فالروك يقف قدامه ويقول له انا هلعب ضدك في المين ايفنت ريسلمانيا، ويدخل رومان رينز. فرومان رينز يطلع ويقول له انت بتقول ايه؟ فالروك يقول له سيب لنا الطلعه دي. يعني بشكل او باخر انا بقول لك بس الفكره، ده مش البرومو اللي هيتقال بالظبط طبعا. ورومان رينز هيوافق، ولكن هيبان انه مجبور انه يعمل كده وهيبان انه زعلان. وبرون بريكر اتصاب، ما هو ده واقع مش هينفع نغيره، احنا نغير في السيناريوهات بس. ايه سبب بقى الاصابه؟ لا مش الترابيزه، سبب الاصابه الراجل المقنع اللي هاجم على برون بريكر في بدايه ماتش الرويال رامبل. التشامبر، كودي رودز، راندي اورتن، جيكو فاتو، ال نايت، فين بالور، دومينيك ميستيريو. ليه بقى يا معلم انا بقول دومينيك ميستيريو وفين بالور؟ علشان نخلص من الجادجمنت داي، علشان دومينيك ميستيريو يعمل حركه زباله ويطلع فين بالور، وبعدين فين بالور يدخل الماتش تاني ويطلع دومينيك ميستيريو، ونروح لريسلمانيا وفين بالور يتحول لفيس، علشان فين بالور عمره ما ياخد بطوله عالم وهو في الجادجمنت داي، فياخد بطولة القارات من دومينيك ميستيريو ونخلص من الجادجمنت داي، وبعدها بقى فين بالور يخش على بطولة العالم الكلام ده كله. وبقية الناس اللي في التشامبر بقى يعني نعمل اي حاجة، مثلا
نخلي كودي رودز يستغل اي حاجه ويطلع راندي اورتن، وراندي اورتن يتعصب، وفي ريسل مانيا بقى راندي اورتن يتدخل، ممكن يتحول لهيل او كودي رودز يتحول لهيل، ايا كان بقى اللي هيحصل. ويا ريت لو كان كودي رودز كمل باللقب لريسل مانيا. هتستغرب ده مني لان اكتر مصارع بحبه انت عارف اكيد درو ماكنتاير، بس لو درو ماكنتاير ما كانش لعب اصلا ضد كودي رودز في سماك داون والماتش كان بينهم في ريسل مانيا، معرفش كنا هنموت ازاي ونوصل لريسل مانيا. بس يعني كنا ندخل راندي اورتن ويتحول هيل على كودي رودز ويكون السبب في خساره كودي رودز اللقب، فهيبقى سيناريو جامد. انما دلوقتي اديك هتشوف ريسل مانيا هيكون سيناريو زباله، مباراه لقب بطوله الدبليو دبليو اي هتبقى مباراه مش احسن حاجه، السيناريو مش هيبقى كويس، انا حاسس بده. المهم نكمل بقى كلام على الروك. تريبل اتش هيدخل في الصوره، وماتش ريسل مانيا بين سيم بانك وذا روك هيحصل تدخلات كتير، واخر واحد هيتدخل ويدمر الفيجن هيكون الراجل المقنع سيث رولينز اللي دخل ومعاه تريبل اتش. ايوه الاب الروحي بقى وبتاع يا عم انت فاهم، اللي هو يبقى الروك ورومان رينز وتريبل اتش وسيث رولينز. يا جدعان مظبوطه ظابطه، يا بقى لو تريبل اتش كان لسه قادر يصارع شويه. المهم يعني رومان رينز في الاخر هيضرب سيث رولينز، وبعدها الروك يمسك سيث رولينز علشان رومان رينز يعمله سبير، او يمسك مثلا سيم بانك علشان رومان رينز يعمله سبير، فرومان رينز يدخل بسبير في ذا روك، وبعدها سيم بانك يحتفظ باللقب، ونبدا بقى عداوه رومان رينز وذا روك اللي عرفونا بيها دي. طبعا انا قلت لك بس الفكره كده، ولكن الموضوع لما يتعمل هيبقى بشكل منظم وبرموهات بقى جامده، وهتحس كده انك رجعت بالزمن 15 سنه ورا بجد. احسن من سيناريوهات اليومين دول، حاجه تقرف اقسم بالله. لا بقى ونسيت اقول لك على حاجه، في فكره برضو جت في بالي الايج ستايلز. ايج ستايلز كان هيرجع بعد ما اعتزل بعرضين ولا بتاع، ويدب في جونتر ويبقى متعصب وقرفان من نفسه، ويدخل له بقى مين؟ الاتش بي كي شون مايكلز، ويقول له انت مش محترم المجال وانت قررت انك تعتزل فالمفروض ما ترجعش تاني والكلام ده كله. فيجي ستايلز يقول له طب ما انت رجعت، هيقول له لا ده كنت بس بربي طلب صديقي، فاهم؟ هنخش بقى في عداوه جامده جدا. طبعا شون مايكلز مش هيلعب، هيجيب له مصارع كده جامد من انكس تي يبينوا النور. انا مش عارف اصلا، مش متابع انكس تي، بس اكيد في مصارعين جامدين واحسن من اللي في الروستر الرئيسي، لان اليومين دول اللي ادائهم كويس مش بيظهروا. يعني عندك مثلا اسمهم ايه الواد المقنع والواد اللي اسمهم ايه، ما علينا. المهم يعني شون مايكلز هيجيب له واحد كده عفريت ويلعبه في ريسل مانيا، فاحنا كده دخلنا الناس التقال، تريبل اتش والروك ومش عارف شون مايكلز، دول كلهم هيكونوا سبب ان النجوم الصغيره تطلع وتبان، والكلام اللي احنا عارفينه ده الروك يكون قائد الفيجن ويضم ناس ليه. وفي واحد برضه بيقول لك شبيه الروك، يعني بيقلده تقريبا، مش عارف هو في انكس تي دلوقتي ولا في اي دبليو، هو تقريبا كان في اي دبليو وجي الانكس تي. ايوه فممكن الروك يضمه للفيجن يجيبه من انكس تي. اي مشجع بيفهم مصارعه هيعمل سيناريو اجمد من تريبل اتش. وبعدين استنى هو ازاي بروك ليسنر يقصي اوبا فيمي؟ ازاي جت في بالكم الفكره العبقريه دي؟ مش المفروض اوبا فيمي هو اللي يقصي بروك ليسنر وبروك يحس بالاهانه ويرجع ينتقم من اوبا فيمي وندخل في عداوه ونروح للريسل مانيا اوبا فيمي ضد بروك ليسنر؟ مش المفروض ده اللي يحصل؟ فانا حبيت اتكلم عن شويه الحاجات اللي في بالي دي، وغالبا المونتاج هيبقى خفيف. مهتم بس اعرف رايكم في سيناريو ايج ستايلز وسيناريو الروك وتريبل اتش ورولينز ورومان رينز، وبرضه محتاج رايكم في فكره المسلسل ده. بس كده انا خلصت كلامي، وانا عارف الفيديو ده مختلف كمونتاج، مختلف كإلقاء، لأن أصلا مش كاتب حتى سكريبت. فمستنى رأيكم في الكومنتات على كل اللي قلته ده، وبس متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.